وهنا الكود المصري بيقول لنا ان احنا هنعمل الاختبارات. عندنا اختبارات المقاسات والاوزان، ودي بناخد عينه للطرد حتى 50 طن او عينتين لما هو اكثر من 50 طن. وعندنا اختبارات الشد والثني او اللي هي الاختبارات الميكانيكيه على البارد. الاختبارات دي بناخد عينه واحده لحد 50 طن وعينتين لما هو اكثر. في بقى حاجتين تانيين اللي هي متطلبات الشكل الهندسي والكيميائي، فبيكون اختبار واحد على القطر ومش بنكرر الاختبار ده تاني الا عند الطلب. اجمالي العينات بيبقى عباره عن 5 اسياخ بطول متر. وهنا انا بنصح اي حد قبل ما يقطع العينات دي ان هو بيرجع للمكان اللي هيعمل فيه اختبار، يقول له احنا عايزين نعمل الاختبارات الفلانيه كذا وكذا وكذا، عايز كام سيخ وعايز اطولهم قد ايه، برضو تحسبا لوجود مكان الاختبار مختلف من مكان للتاني. ففي الحالة دي برضو لازم نسأل الجهة اللي احنا هنعمل فيها اختبار، هنقول له احنا عايزين الاختبارات الفلانية، انت محتاج كام عينة مننا، محتاج اطولهم تكون قد ايه.